أظهرت وثائق جديدة رسالة تحذير من إسرائيل إلى نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بشأن تواجد إيران في المنطقة ومساعيها لتهريب الأسلحة، بحسب تقرير نشرته صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية. الرسالة التي بحسب التقرير كانت موجهة إلى رئيس الأمن القومي السوري، تم تمييزها على أنها رسالة من عميل إسرائيلي يدعى موسى. وذكر التقرير أن رسالة العميل الإسرائيلي وصلت إلى المسؤول السوري عبر تطبيق الواتساب. كما ورد أن الوثائق تتضمن تحذيرات إسرائيلية للرئيس السوري السابق لإثنائه عن السماح بنقل الأسلحة إلى داخل الأراضي السورية عن طريق حزب الله. وحسب ما ورد عن الصحيفة تتضمن الاتصالات رسائل بشأن الضربات الإسرائيلية في سوريا في أبريل 23، ردا على حقيقة أن النظام سمح بإطلاق أسلحة إيرانية من أراضيه على إسرائيل. وتحذر الرسالة وفقا لجيروسالم بوست النظام السوري من أن إيران تحاول استغلال المساعدات التي قدمتها عقب زلزال 23 لنقل الأسلحة عبر المطارات السورية. وتوضح الوثيقة أن هذا هو السبب وراء مهاجمة إسرائيل لمطار النيرب العسكري في منطقة حلب. وجاء في رسالة موسى إلى أن الحكومة السورية السابقة الإيرانيون يستغلون الكارثة المأساوية التي تعرضت لها أعقاب الزلزال الذي وقع عندكم لصالح نقل الأسلحة من خلال طائرات. وتابعت الرسالة التواجد الإيراني في المطارات واستخدامها من قبلهم هي بعض الأسباب التي تدفعنا إلى شن هجمات على أراضيكم، وأنتم الذين تدفعون الثمن الباهظ. تحياتي مستر محمود.